وحنا النداء ديالنا اليوم هنايا هو ان الحكومه عامه وان هذه الفتره هذه الخاصه والحرجه التي يمر بها الوطن، من الصالح الحكومه والدوله انها تجلس مع الشركاء الاجتماعيين وتفتح معهم الحوار جاد ومسؤول. وبخصوص وزاره الصحه، احنا عندنا واحد خصاص مهول في قطاع الصحه، وبالضبط في مستشفى الحسن الاول اللي كيشوفوه الناس دابا مرآة ديال الاقليم وديال، ولكن شي مسائل ما كيعرفوهمش بخصوص هاد التخصصات. مثلا الراديو اللي كيخدم لحد الساعه باطور اللي يلا تخرجت وما عندهاش الحق انها تستمر، رغم انها غير كتطلب تكوين ستاج ديال 3 شهور، وهذه يعتبر ترقيع. أشير أنني كممثل ديال النقابة في الجهة، السنة الرابعة ولا الخامسة التي لم يستفيد فيها إقليم تيزنيت من أي ممرض، رغم أن معهد العالي لتكوين الممرضين والمولدات يتواجد بالإقليم ولكن لا يستفيد منه. مؤخرا تنغير، زاكورا، وزازات كلهم استفادوا بعشرات الممرضين، وشير إلى أن تيزنيت استفادت من مولدة وفين التسريرت هذا العام، باش يعرفوا المنتخبين ويعرفوا المسؤولين الإقليميين اللي هما عند السياسيين الجمعويين اللي كيتشكوا بزاف على الخدمات الصحية أن تيزنيت لم يعين فيها، رغم أن وزير الصحة ديما كنقولوها وكنعاودوها من حزب المجلس الذي يسير مدينة تيزنيت. حنا ننادي من هذا الباب، عاوتاني نقول للسيد الوزير انك خصك تزور تيزنيت، وخص حكم العلاقه اللي بينكم وبين المسؤولين المنتخبين ديال المدينه. كنطالبوا انك دير واحد الزياره لتيزنيت، لان تيزنيت بدات كدير لا سونيت دالارم بخصوص الموارد البشريه. خرجوا 14 واحد متقاعد هذه السنه ولم يعوض حتى واحد فيهم. في قسم الراديو خرجوا فيه 3 ولم يعوض حتى واحد فيهم. خدامين جوج الناس اللي خدامين دابا في قسم الراديو، دابا راه قسم المختبر حتى هو ولا خدام بواحد الطريقه ديال ان النهار يوقف يجلس شي واحد غادي كيكون العطاء. النقطه الاساسيه هي الموارد البشريه، رغم ان الناس كيساكريفيو كيديروا المجهودات ديالهم، ولكن بحكم هذا الرميد دابا اللي ولا كثر سميتو بزاف، والناس من حقهم انهم كانوا متعطشين للخدمات الصحيه، غير الامكانيات اللي ما كانتش كتوفر لهم باش. ولكن دابا ملي عندهم الرميد ولاو يلجون الى الخدمات الصحيه، ولكن ما كايناش الموارد البشريه. وشكرا. واحد اللقاء تواصلي مع الكاتب الوطني ومع المكتب الوطني ديال الفيدراليه بخصوص المستجدات الوطنيه في الوظيفه العموميه عامه وفي قطاع الصحه خاصه. اليوم كنجتمعوا المجالس الجهويه ديال 3 الجهات، سوس مسا والميم والدنون والداخله والاقاليم الصحراويه. وحنا اليوم عندنا مواضيع اللي هي عامه مفتوحه في هذا اللقاء اللي عندنا اليوم، خصوص التقاعد، خصوص الحكم ان الدكتور الشناوي من بين المحاورين اساسيين في ملف التقاعد، وكذلك ملف ديال مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية التي لم ترى النور من بعد، وهو عضو في المجلس ديال مؤسسة الحسن الثاني. وهنا كيعطينا شي إشارات وشي توضيحات بخصوص المستجدات في هذه الملفات. كذلك في ملف ديال الحوار الاجتماعي عامة مع الحكومة خصوص هذا التعنت اللي وصلت ليه، وهذا الباب المسدود اللي وصل له الحوار الاجتماعي.